كده اكون خلصت معاكم البصارة وسر اللون الحلو الجميل ده. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا بأي معلومة فيه ادعموني بلايك، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا من المكونات اللي قدامنا دي عرفنا احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل بصارة. حطيت ميه على النار، انا هعمل النهارده نص كيلو بصارة. وده الفول المدشوش اللي احنا بنجيبه من عند العطار. جبته وغسلته كويس جدا ونقعته لمده نص ساعه. مفيش وقت للنقع عندك مفيش مشكله، تغسليه وتحطيه على طول. وعندي هنا 3 حزم كزبره وشبت وبقدونس، وعندي هنا راس توم صغيره. وهنا المكون الحلو الجميل اللي هيعمل ريحه حلوه قوي للبصاره، كام ورقه كده نعناع بلدي. وفي هنا عندي بصلتين متوسطتين، يعني ممكن بصله كبيره او بصلتين صغيرين. وهتنزلي بكل الحاجات الحلوه دي كلها في الميه السخنه. بعد ما نزلنا بالفول والخضروات بتاعتنا بالشكل ده، هنديها تقليبه واحده بس كده. واقول لكم كمان على المكون الحلو قوي اللي بيخلي لون البصاره اخضر وجميل. نص معلقه من الكربونات اللي احنا بنحطها على الملوخيه بالشكل ده، نص معلقه صغيره، وهنحطها كده وهندي تقليبه. ونغطي الحله لحد ما تتهرس خالص، يعني تستوي خالص. هنا خلاص البصاره بتاعتي استوت بالشكل ده. هنطفي عليها ونسيبها بس تهدى شويه عشان هنضربها في الخلاط. طبعا هنا بعد ما عملنا البصاره بالشكل ده في الخلاط كده، شكلها جميل ازاي ولونها اخضر وحلو قوي. هنحط الحله على النار وهنحط فيها شويه كده من الزيت. البصاره يا جماعه ما بتتعملش غير بالزيت، هي اصولها زيت. واول ما الزيت يقدح معانا بالشكل ده، هننزل بقى ايه بالبصاره بتاعتنا بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونسيبها بقى تاخد غلوتين لحد ما نعمل بقى ايه البصله بالتومه بتاعتنا. على البصاره بتاعتي ما تاخد غلوتين كده مع بعضها، هنزل هنا بطاسه على النار وهنزل فيها بشويه زيت كده صغيرين علشان اعمل البصله والتومه بتاعه البصاره. مع الزيت هنزل بشويه كده من الملح عشان يحدقوا لي البصله. واول ما الزيت بتاعنا يقدح هننزل بالايه بالبصل بتاعنا. قطعت بصلايه وبصلتين جوانح بالشكل ده. هقلب فيها بقى لحد ما تاخد اللون الحلو الجميل. هنا عندي خلاص البصاره خدت غلوتين كده حلوين. هننزل عليها بقى بايه بشويه ملح وشويه فلفل وقالب ماجي. ما تكتريش البهارات في قلب البصاره علشان ما تغيريش طعمها. هي البصاره ملح وفلفل ولو حابه قالب ماجي بس. هندي تقلبتين بس كده ونديها كمان غلوه، وبعدين نشوف البصل بتاعنا. هنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد اللون الحلو الجميل.
اول ما البصله عندي تاخد اللون الحلو الجميل ده هنزل بمعلقه من الثوم كده واقلبهم كلهم في قلب بعض لحد البصله ما تاخد اللون الحلو الجميل. هنا خلاص البصل خد معانا اللون الحلو الجميل ده هو والثوم. هننزل بقى بايه، بشويه فلفل وشويه كزبره ناشفه بالشكل ده، وهنقلب وهننزل بقى بيهم على ايه، البصاره بتاعتنا. هننزل هنا بشويه من الخلطه الحلوه الجميله دي على البصاره بتاعتنا بالشكل ده، وهنقلب كده. هتدوقي بقى معاكي الحدق بتاع البصاره من قبل ما تغرفيها. طعمها حلو وجميل جدا وبألف هنا يا رب للي ياكل. تعالوا بقى عشان نصبها.